السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هنعمل الترند بتاع اليوتيوب اللي شغال الفترة دي، وهو كيكة الويفر. هي اصلها كيكة مغربية. تمام. اول حاجة هجيب 3 بيضات واحط عليهم معلقة من الخل، وطبعا كالعادة انا مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 علشان يكون سخن عقبال ما اخلص الكيكة بتاعتي. هشغل كده سلاح الكف ده علشان خاطر انا مش هعملها على ايدي، انا هشغلها في العجان، بس تقدري تعمليها على ايدك عادي جدا. حطيت معلقه خل على 3 بيضات، وهبدا ان انا احط كمان فانيليا واحطهم في العجان بتاعي. كمان هجيب معايا كوبايه من السكر، وهستعمل الكوبايه المعياريه اللي عندي. استعملي اي مج عندك، ولكن لما تستخدميه امشي عليه بباقي المكونات كلها. تمام. انا هستخدم المج ده، فهبدا بقى ان انا اضرب البيض مع السكر، ومن وقت للتاني هبتدي ان انا افصل العجان واقلب كده المكونات وارجع اخلط تاني عشان خاطر المكونات تتخلط كويس جدا. بعد كده هجيب معايا نفس الكوباية، هحط فيها كوباية الا ربع من الزيت، وهبدأ برضو ان انا انزلها، وهبدأ ان انا اشغل العجان واخلط الخليط ده تاني. تمام. لحد كده تمام. هي سهلة وبسيطة. آه انا شخصيا وقعت في شوية كده تريكات يعني. بس لو عملتها تاني هحاول ان انا اصلح الموقف. اول حاجة انا هجيب كوباية من الدقيق واحط عليها معلقة من البيكنج باودر كبيرة ومعلقتين من النشا. تمام. انا دلوقتي حطيت معلقة من البيكنج باودر، هحط بقى ايه معلقتين من النشا، وابتدي ان انا والبيكنج باودر اهو. تمام. هحط بقى معلقتين من النشا، وهبتدي ان انا احطهم على الخليط. هفصل العجان واحط اول كوباية واحط التانية واحط التالتة، وابتدي ان انا اخلط واشوف انا هحتاج تاني قد ايه. انا وقفت العجان وابتديت ان انا حطيت كوباية من الدقيق اهي. تمام. وهحط كوباية تاني. بسم الله. دي تاني كوباية، يعني كانت مليانة سنة عن اللي قبلها. هحط الكوباية التالتة، دي كده تالت كوباية. هبتدي ان انا اشغل العجان، وبعد كده هشوف انا محتاجة قد ايه. ساعات ممكن تحتاجي 4 كوبايات، وممكن تحتاجي 4 ونص، على حسب نوع الدقيق اللي عندك، وعلى حسب البيض اللي انت حطيتيه، هل هو البيضة حجمها كبير ولا حجمها صغير. وطبعا الزيت اللي حطيناه، يعني على حسب كل المقادير السائلة اللي انت حطيتيها. طبعا لو استخدمت انت مج تاني غير المج اللي انا استعملته، فالموضوع هيفرق. انا هقولك انا استخدمت قد ايه. طبعا معايا كوبايه تانية اهي، وحطيت كمان شوية، يعني حطيت كمان ربع كوباية تاني. تمام. في الآخر خالص حطيت ربع كوباية، يبقى خدوا مني 4 كوبايات وربع من الدقيق. هوريكم في الآخر العجينة هيبقى شكلها ايه. بصوا دي كده آخر شوية دقيق أنا حطيتهم. مش متذكرة قوي، بس لا ده كده آخر شوية دقيق أنا حطيتهم. بعد كده بصوا ده ملمس العجينة، هي طرية معايا ولكن وبتلزق. خلي بالكم يعني هي ملمس العجينة فيها تلزيقة، لأن هو عبارة عن بيض وزيت، يعني ما فيهاش أي مواد سايلة تاني ولا أي حاجة. بس ما بتلزقش في الإيد إن هي تمسك في الإيد، لأ هي بس عجينة ملزقة، هتحسوا بملمسها لما تعملوها. هبتدي اخد نص العجينة، والنص التاني هحطه في العجان، واحط عليه معلقتين من الكاكاو نخلتهم، وهحط عليهم مقابل المعلقتين دول معلقتين من الزيت، والزيت طبعا يكون نضيف. تمام. علشان خاطر الكاكاو اللي انا حطيته، فهحط معلقتين زيت علشان يمشوا العجينة ما تكونش ناشفة. هبتدي ان انا اعجنها زي انتم ما شايفين كده. دي كانت العجينة، هحطها في كيس واركنها على جنب. وهوريكم برضو العجينة البيضة برضو معايا. طب احطها في كيس عشان ما تنشفش، احطها على جنب. معايا بقى العجينة البيضة برضو. هبتدي بقى ان انا اجيب ورقة زبدة وهمسحها كده مسحة من الزيت، علشان خاطر انا مش واثقة في ورقة الزبدة دي نهائي، يعني حاسة كده ان هي تلزق فيها. فهبتدي، والمفرش بتاعي طبعا اتقطع، لحد اما اجيب بقى واحد تاني. هبتدي كده ان انا افرد العجينة زي انتم ما شايفين. هلف الورقة وافرد تاني. طبعا الكاميرا مضايقاني، هفصل خالص الكاميرا وهبدأ ان انا يعني افرد العجينة تاني.
هفرد العجينة، هحاول على قد ما اقدر ان انا افردها مستطيل. هي بتتفرد معايا بسهولة، بس مش عارفة يعني حاسة ان هي عجينة رخمة شوية. ده كده كانت العجينة، وحاسة ان هي لزقت اصلا في الورقة، بس الحمد لله يعني ظبطت في الاخر. هبتدي كده ان انا افرد العجينة كمان اللي هي البني. تمام. واحط البني على البيضة. هو انا عامة في الفرد ما ظبطتش الاتنين على بعض قوي، وطلعت كل طبقة لوحدها، بس حسيتها ان هي ايه، قلبت على ماربل يعني. الكيك قلب على ماربل. طبعا محدش هيعرف يعمل الموضوع ده خالص يعني. الناس كلها مطلعة كل طبقة لوحدها، ابيض، بني، مش عارفة ايه، انا مطلعة الله اكبر عليا يعني ماربل. بصوا طبعا دهنت زيت، ودهنت زيت كويس جدا علشان حسيت في الابيض ان هي لزقت. بصوا بقى انا كنت يعني بعمل تكنيك كده في الاول خالص. هو لو لقيت حته البيضه اكتر من الغامقه او حاجه، او من الشوكولاته، فبقطع حته من الشوكولاته واحطها على البيضه عشان خاطر ان هي تطلع الاتنين زي بعض في الاخر. بس في النهايه انا عكيت الدنيا زي ما قلت لكم، وحطيت العجينه البيضه دخلت في العجينه اللي هي بالكاكاو، وبقت ماربل في الاخر. هبتدي بقى ان انا اتني دي على دي كده. دي كده اول تانية. احنا المفروض ان احنا هنتنيها 4 مرات. دي كده اول تانية. تمام. هبتدي بقى ان انا احاول، لان انا كنت خايفة جدا من العجينة اللي هي البيضة دي، علشان خاطر كنت حاسة ان هي لازقة فيها، بس هي كانت لازقة في الطرف بس. عشان كده بقول لكم ورقة الزبدة احتياطي تدهنوها زيت علشان خاطر تمشي معاكم. هبتدي بقى كده ان انا افرد العجينة، بس انا يعني هدهن دي كده، وهفردها على، هدهنها يعني زيت، واحط العجينة عليها. هبتدي كده ان انا المهم على بعض على اساس ان يكون العجينة يعني فيها سوا شوية. وابتدي ان انا افرد البني، وافرد البيضة مع بعض كده فردة. دي كده طبعا اول واحدة، لسه ما فردتش. فردت اهو بقى كده عشان اتنيها مرة تانية ومرة تالتة ومرة رابعة. تمام. ودي كده كانت العجينة معايا. هبتدي بقى ان انا اتنيها كده كمان. بصوا يعني كبرت بقى الابيض فصل في اللحظه دي بقى كده. الدنيا اتعكت خالص. الابيض فصل عن البني، بقى حاجه يعني واحده اكبر من التانية، او مش على بعضهم يعني. فمش مشكله، انا هكمل عادي جدا. انا عايزه اشوف النتيجه في الاخر او الطعم في الاخر، ما يهمنيش الطبقات مختلفه ولا لا. انا يهمني ان العجينه اشوف طعمها ايه في الاخر، او نهايتها ايه يعني. وادي كده في الاخر طلعت معايا سندوتش كريب يعني. هي العجينة بص وصلتها ان هي بقت سندوتش كريب. هفردها ازاي بقى، او اطلعها مستطيل ازاي، انا مش عارفة لسه. فانا هحاول اجيبها من هنا واجيبها من هنا لحد ايه، اما احاول ان انا اسويها كده على قد الصاج اللي هشتغل عليه. تمام. عشان كده بقول لكم بصوا العجينة بقى دخلت في بعض ازاي، محدش يعرف يوصل للمستوى ده اصلا. لو وصلت بقى بالفيديو لحد هنا حطي لي لايك، وما تنسيش الاشتراك في القناة، وتفعلي زر الجرس عشان تشوفي التجارب الخطيرة اللي احنا مش هنخلص منها، ومن الترندات. هنبتدي بقى ان انا اجيب الصاج بتاعي. بصوا هي مش عارفة العجينة البيضة دي يعني هي لها مزاج ان هي تلزق. هجيب الصاج بتاعي. بصوا الحمد لله هي بتبقى في اول ورقة كده لازقة. هبتدي ان انا احطها كده في الصاج. بس اهم حاجه ادهني الصاج زيت، علشان خاطر لو ما دهنتيش الصاج زيت هي بتلزق في الصاج. تمام. ادهنيه زيت. وفي اللحظه دي بقى يعني ما بقيتش عارفه احطها كويس. وتاني حاجه المفروض كانت تبقى سميكه عن كده شويه، عشان خاطر زي الناس ما مطلعاها عاليه، ولكن هي طلعت مني سمكها رفيع. يعني انت على حسب السمك هتطلع معاكي. حطيتيها سمكها رفيع هتطلع سمكها رفيع، حطيتيها سمكها كبير يعني عالي هتطلع سمكها عالي. هدخلها الفرن بقى اللي انا كنت مشغلاه على درجة حرارة 180. هتقعد معايا السمك ده كده قعد معايا 13 دقيقة. تمام. وطلعتها من الفرن. هي لا هي حاجة طرية خالص ولا حاجة. طبعا دي كانت حتة تاني متبقية غير الصاج. حطيتها كده في الصينية والولاد كلوها كده. بصوا ده كان سمكها. هو ده كده كمان اقل يعني. انا التانية دي سمكها اعلى شوية. بصوا انا بوريكم عامله زي بسكوت العيد. هما الولاد يعني قالوا لي على طعمها، انا ما كنتش قادره اترجم هي طعمها ايه بالظبط. زي البسكوت اللي هو بالبرتقال اللي بنعمله في العيد، يعني بسكوت العيد اذا كان بالبرتقال او بالنشادر.
هو زيه كده والملمس بتاعه زيه، اللي هو حاجة ناعمة في ايدك يعني مش قاسية ومش طرية، مش كيك يعني، مش كيك اسفنجي. طبعا هديت معايا شوية. عملت بقى شوية شوكولاتة كده على حمام مائي، سيحتهم وحطيت لهم معلقة زيت، وبدأت ان انا احطهم كده ايه على الصاج، وقلت هيكفوا كفوا ما كفوش براحتهم على قدهم، يعني انا هعمل على قدهم. وبعد كده بقى ايه يعني معلقة من الشوكولاتة البيضة، وبدأت امشي بقى خطوط كده. وبدأت ان انا بشوكة او بخلة او اي حاجة هبدأ ان انا امشي رايح جاي كده اعمل الشكل الزجزاج ده. بعد كده هقطعها بقى، حابة ان انا اقطعها سمبوكسة، بس السمبوكسة طلعت كبيرة قوي يعني. هبتدي كده من هي مش ناشفة، بس انا مش متحكمة علشان الصاج بيروح ويجي معايا وقدامي الكاميرا، فمش عارفة اقف منها. هبتدي ان انا افصل الكاميرا واقطعها كويس، وبعد كده ارجع له. دي كده كانت الكيك ماشي. انا خدت حتة كده من الجنب عشان خاطر ان انا اعرف اطلع الكيكة كويس جدا وارصها. طبعا هي اللي ضايقني فيها ان هي سمكها مش عالي، بس برضو اكتشفت ان هي حاجة حلوة. ان عالي قوي ده لا، هو دي كده على قد القطمة، يعني تقدري انتي تحطيها في بقك وتقطمي كده تكون كويسة. زي انتوا ما شايفين بقى كده طلعت الطبق في النهاية. ودي كانت كيكة الويفر معانا. طبعا الحمد لله دي يعني اللي ايه اللي الكيكة العادية مش بتظبط معاه. لا هو الحمد لله الكيكة بتظبط، فانا مش هفضل اعمل بنشابة والكلام ده. هو طعمها يعني مش وحش، ولكن غلبة شوية. انت تفضلي تفردي في عجينة وتعجني في عجينة وتحطي في كاكاو ومش عارفة ايه. لا الكيكة العادية طبعا اسهل بكتير، ولكن انا مش هنكر ان هي طعمها وحش، لا هي طعمها حلو، طعمها مقبول. بس هي غلبة شوية الى حد ما. ده كده كان الفيديو معايا، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.